الله القائل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القادة والمشايخ والعقال الضيف جميعا حياكم الله. ابتداء نشكر لجنة الوساطة على جهودها المبذولة لكف العدوان على المنطقة وإيقاف القصف المتعمد والعشوائي على الأهالي والمواطنين. ونحن من جانبنا كنا قد قبلنا بالوساطة والتزامنا بالشروط والالتزامات المقترحة من لجنة الوساطة والمتفق عليها من الطرفين، بينما الطرف الآخر لم نجد منه إلا الإخلال بالاتفاق والقصف المتعمد والعشوائي. فيطيب لي أن أنقل إليكم تحيات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي، الذي يكن لكم كل الحب والتقدير والاحترام لقبيلة جيف الأبية بشكل خاص ولمحافظة البيضاء بشكل عام. المهرجان الخطابي في منطقة المناسح، هذه المنطقة التي كانت بالأمس القريب مكانا لقيادة تنظيم القاعدة أو ما يسمى بأنصار الشريعة في محافظة البيضاء، وتدار وتنطلق منها أعمال تهدد الأمن والاستقرار وتستهدف أرواح الأبرياء بدون ظلم أو جرم اقترفوه. واليوم نحتفل بعودة المنطقة إلى حظيرة الجماعة والصف الوطني وولائها وأبنائها للدولة. الله أكبر. وأصبحت خالية من تنظيم القاعدة بفعل تعاون أبنائها الغيارى الصادقين وبفعل أبطال القوات المسلحة والأمن الساهرين على القمم والجبال والسفوح والأودية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير السكينة والطمأنينية للمواطنين. لا يفوتني هنا أن أشكر الأخوة لجنة الوساطة الذي كان سعيهم مشكور في الوساطة وكانوا على مستوى المسؤولية ومساعيهم التي تكللت بالنجاح. كما أشكر القنوات الفضائية على تغطية فعاليات الاحتفال، وأشكر بالذات مدير الإعلام في المحافظة. طبعا زي ما شفت انت الدولة موجودة في كل مكان، والدولة اليوم دخلت مثلا بالأخ المحافظ والقوى العسكرية اللي دخلت معه، وفيه إن شاء الله هذه بداية خير إن شاء الله. بعد تجري بعدها إجراءات، إذا صدقت النوايا فإن شاء الله تنتهي. وبعون الله إنها تمت، ونحمد الله إن احنا نعتبر أن هذا اليوم فرح وعرس في هذه المنطقة، لأنها بيعتبر من الصعوبة أن نجد أو أن توجد حلول بين القاعدة وبين الدولة، لأن هناك قد حدثت من قبلنا في مناطق أخرى على أساس أنهم يتوسطوا، فنحن قمنا بدورنا بمصداقية. أولا